لو انت من اسكندريه وعايز تجرب كبده اسكندراني صح، ارشح لك كبده الحرش الاصلي. ها، انا اكلت من محلات كبده كتير قوي في اسكندريه، بس دايما باجي لمحل واحد بس اللي هو كبده الحرش الاصلي. يا جماعه المحل هنا الرغيف بتاعه طازه، الكبده طعمها هايل، كله على بعض حلو وتهبره كده. كبده هنا هتاكلها زي ما هتاكلها في الورديان، زي ما هتاكلها في سموحه، زي ما هتاكلها في اي منطقه في اسكندريه، بس ده بالذات بيمزجني في التتبيله بتاعته. التتبيله بتاعته مميزه ورايقه، مش اي حد بيعملها. الناس اللي بتحب الاكل مشطشط هيكيفها الكلام ده قوي. بالمناسبه يا جماعه الصينيه دي اسمها صينيه الورده، هتطلبها بالاسم صينيه الورده. ايه السر ان انتوا هنا بتعملوا كبده بس؟ فين الصدق وفين بقيه الشغل؟ يعني هي منتج واحد، فهو الرعايه والدنيا كلها للكبده. تمام زي انما الفل. صدق وكده مش هيبقى الاهتمام اللي هو، فهي الكبده يعني تيجي تاكل كبده على طول. بصوا يا جماعه المكان، ادي الطرامه اهي، في شاورمايزر هنا وفي مصراوي هنا. هتيجي هنا كده، ده جامع القائد ابراهيم، هتمشي كده 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 هتوصل لحل كبده الحرش الاصلي. احنا كنا قاعدين هنا.